تخيل معايا كده ان انت قاعد قدام الكمبيوتر بتاعك في هدوء تام، فجأة تلاقي حاجة غريبة بتحصل، شاشة الكمبيوتر تقفل وتفتح لوحدها، او تظهر لك رسالة من العدم كده، او تسمع اي صوت طالع من الجهاز بتاعك غريب. لا، والاخطر من كده انك ممكن تلاقي ملفاتك اللي انت كنت لسه فاتحها من دقيقة اختفت ومش عارف تجيبها. طبعا انت هنا ساعتها قلبك بيدق، وهنا حابب اقول لك انك ممكن تكون اتهكرت يا معلم. في اللحظة دي بتحس انك انت مش لوحدك كده، في حد بيستخدم الجهاز معاك، وهو ده بقى الشخص اللي احنا بنسميه الهاكر. بس خلي بالك، ده مش مجرد شخص عادي، لكنه بيستخدم عقله وادواته ومهاراته عشان يتسلل لك انت او يسرق بياناتك. لكن قبل ما نحكم على الهاكر ونقول اللي هو شخص شرير، لازم نسأل الاول هو ايه اصل الحكاية، وهل فعلا الهاكر طول عمره كان رمز للشر، ولا الموضوع كان ليه ابعاد تانية؟ وبنفس الطريقة لما بنسمع كلمة فيروس، هل هو بيبقى مجرد ملف مزعج كده بيضايقك وخلاص، ولا كابوس عالمي بيهدد الشركات كل يوم؟ جهز بقى النسكافيه بتاعك او القهوه وحصلني على. طيب هو يعني ايه هاكر اصلا؟ واحد هيجي يقول لي انت عبيط يا عم ولا ايه؟ هاكر يعني هاكر معروفه. استنى عليا انت بس شويه، استنى اهدى كده. لما نرجع بالزمن كده للستينات والسبعينات، وتحديدا في جامعه MIT في امريكا، هنلاقي ان كلمه هاكر اصلا ما كانتش معنى للشر على الاطلاق. مش معناها للشر، امال ليه يا عم انت؟ قلت لك اهدى عليا بقى. في الحقيقه بقى ان الكمبيوترات وقتها كانت لسه اجهزه ضخمه، يعني قد الاوضه تقريبا، ومش موجوده في كل بيت زي دلوقتي كده. وفي الحقيقه ان مش اي حد كان بيعرف يتعامل معاها كده، لان زي ما قلت لك دي قد الاوضه، فمش اي حد بيتعامل معاها. فالطلبه والعلماء اللي عندهم فضول بس هم دول اللي كانوا بيتعاملوا مع الاجهزه، ودول كانوا بيسهروا بالساعات علشان يكتبوا اكواد معقده جدا، ويقعدوا بقى يجربوا حلول مبتكره لاي مشكله كانت بتقابلهم. ولما حد فيهم كان يلاقي اختصار ذكي او يحل مشكله كانت عامله له ازمه، ساعتها بقى كانوا بيسموه الهاكر، يعني المبدع او الشخص اللي عنده قدره غير عاديه في حل المشاكل اللي بتقابله. لكن طبعا زي ما انت عارف ان مفيش حاجه بتفضل على حل، والزمن بيغير كله. ومع انتشار الكمبيوترات في الثمانينات والتسعينات بدانا نشوف نوع مختلف من الهاكرز بقى، ودول بقى الناس اللي قرروا يستخدموا نفس المهارات دي، بس بقى مش للابتكار والتطوير، لا ده للتهكير اللي بجد بقى. بدأوا يدخلوا على أنظمة الشركات وأجهزة الأفراد من غير إذن، أحيانا بهدف الفضول كده والمزاج، وأحيانا عشان بجد يسرقوا بقى. ومن اللحظة دي بقى الكلمة نفسها ابتدت تتغير خالص، وكلمة هاكر اللي كانت زمان بتوحي بالإبداع دلوقتي بقت رمز للشر زي ما احنا عارفين. والحقيقه بقى ان مش كل الهاكرز زي بعض، دول بيتقسموا لكذا فئه، زي مثلا الوايت هات، ودول اصحاب القبعه البيضاء، ودول بقى اشبه بحراس الامن الالكتروني، دول الشركات بتوظفهم رسميا علشان يدوروا على الثغرات ويقفلوها. نيجي بقى للبلاك هات او اصحاب القبعه السوداء، دول بقى اللي بيخترقوا بهدف السرقه او التجسس او الابتزاز او حتى مجرد التخريب من غير اي سبب. وعلى فكره هم دول اللي خلوا كلمه هاكر تاخد سمعة مش كويس. ونيجي بقى لأصحاب الدماغ والروقان، الجري هات أو أصحاب القبعة الرمادية، ودول بقى بتوع المزاج كده والروقان، يعني ساعات بيخترقوا وبيخربوا، وساعات تانية يبقوا مع الشركات وبيسدوا الثغرات بتاعتهم. طيب كده احنا عرفنا أنواع الهاكرز. نيجي بقى على كلمة فيروس. هو يعني إيه كلمة فيروس أصلا؟ هو إيه اللي يعني إيه كلمة فيروس يا عم؟ فيروس يعني فيروس معروف. لا قلت لك استنى انت عليا شويه بقى. لو جينا نبص كده على كلمه فيروس نلاقي ان اصلها مش من عالم الكمبيوتر اصلا، لا ده كان جاي من الطب. زي بالظبط الفيروس كده اللي بيصيب جسم الانسان وبيدخل خلايا الجسم ويفضل ينسخ نفسه، وركز قوي في حته ينسخ نفسه دي لحد ما يصيب الانسان كله والمرض يظهر عليه. ونفس الفكره دي بالظبط حصلت لما ظهر الفيروسات في الكمبيوتر. وعلى فكره الفيروس ده مش مجرد ملف عادي، لا ده كائن برمجي متخفي في الكمبيوتر بتاعك، يدخل مثلا جوه جهازك، بيستخبى في ملف انت بتثق فيه عادي، ممكن يستخبى في صورة، في فيديو، في برنامج مثلا، في لعبة، ويبدأ ينشط وينسخ نفسه في أماكن تانية في جهازك انت. وساعتها بقى تبدأ تلاقي الجهاز بقى تقيل أو الملفات ضاعت أو حاجات كتيرة قوي بقى على حسب الهاكر ومزاجه. لكن طبعا زي ما الفيروسات اللي بتسيب الجسم مش كلها زي بعض، نفس الكلام في الفيروسات اللي بتسيب جهازك، لكن دي عيلة كبيرة، كل نوع له أسلوبه الخاص وقصته المميزة. يعني عندك مثلا تروجان هورس أو حصان طرواد، والاسم ده متاخد من قصة أسطورية قديمة، الحصان الخشبي الكبير اللي كان ضخم ومليان جنود واستخدموه لخداع العدو. وفي الكمبيوتر نفس الفكرة بالظبط، بيستخبى مثلا في ملف، في صورة، شايفك اللي بتحاول تحمل الفوتوشوب كراك انت، وبعد كده ترجع تقول هو انا جهازي بقى تقيل ليه؟ المهم انت تفتح البرنامج وانت مطمن، بس في اللحظة دي يكون الفيروس دخل جوه جهازك انت. هو مش بينتشر لوحده، هو بيحتاجك انت تضغط عليه وتفتحه بنفسك. وهنا بقى الخطوره كلها، لانك انت اللي بتدخله بنفسك في جهازك من غير ما تحس. وبعد ما ينتشر في جهازك ممكن يفتح الهاكر باك دور يخليه يتجسس عليك او يستخدم جهازك من بعيد. نيجي بقى للورمز او الديدان. لو التروجان بيحتاج مساعدتك فالديدان مش محتاجك انت خالص، ودول اخطر بكتير من التروجان في حته الانتشار. ان الدوده دي بتشتغل ازاي؟ اول ما الديدان دي تدخل لجهاز متصل بالانترنت او بشبكه
اوتوماتيكيا بتبدا تنسخ نفسها بشكل اوتوماتيك وبتروح من جهاز للتاني بسرعه خياليه، لانها بتعتمد على شبكه الواي فاي من غير ما المستخدم يدخل اي حاجه بنفسه. والديدان بتستغل الشبكات كانها طرق سريعه، يعني مثلا جهاز واحد مصاب كفيل ان هو ينشر العدوى لعشرات بل مئات بل الاف الاجهزه في سرعه خياليه، والنتيجه ان الشبكه كلها بتنهار او بتبطأ لدرجه مش طبيعيه بصراحه. نيجي بقى للسباي وير او برامج التجسس، بقى النوع الهادي واللي بيتعامل معاك بهدوء وصبر خالص. ده بدل ما يخرب او يبوظ جهازك بيتجسس عليك من بعيد، يفضل يراقب كل نشاط وخطوه بتعملها على جهازك، زي مثلا ايه الكلمات اللي انت كتبتها، ايه المواقع اللي انت بتدخل عليها، المواقع او الصفحات اللي انت بتزورها او اي حاجه بتتكتب على الكيبورد. يعني مثلا تخيل انك انت قاعد قدام الكمبيوتر وفي عين غير مرئيه بتكتب كل حاجه انت بتعملها. هو ده بالظبط اللي بيعمله برنامج التجسس، ولا بيظهر لك بقى رسائل غريبه ولا بيفضل يفتح ويقفل في الشاشه ولا الكلام ده. هو مش بيخليك تحس ان هو موجود اصلا، هو بيخزن البيانات ويبعتها للهاكر اللي عمله. وهنا بقى نيجي للرانسوم وير او فيروسات الفديه. ركز بقى معايا عشان اللي جاي ده الاكشن كله. هنا بقى هندخل على اكتر نوع مرعب دلوقتي. يعني تخيل معايا تفتح جهازك الصبح وتلاقي كل ملفاتك مقفوله، صورك، فيديوهاتك، كل شغلك اتشفر، وتظهر لك على الشاشه رساله واضحه قوي بيقول لك لو عايز ملفاتك ترجع ادفع. الفكره كلها ان الفيروس ده بيمسك ملفاتك كرهينه، مش بيبوظها، لا هو بيحتفظ بيها لحد ما انت تدفع. والحل الوحيد للفيروس ده انك انت تدفع الفلوس، عشان لو ما دفعتش ملفاتك كلها هتروح عليه. بس الخطوره مش هنا، الخطوره ان الفيروس ده مش بس بيضايقك انت كفرد، لا ده كمان بيدمر شركات كامله. يعني تخيل شركه ضخمه ملفاتها كلها اتقفلت فجاه، خط الانتاج وقف، عملاء مش لاقيين خدماتهم، وخسائر بملايين الدولارات ممكن تحصل في ساعات قليله. وعلى فكره حصلت في شركات كتيره قبل كده. استنى انت بس عليا وانا هحكي لك. يعني نستنتج من كده ان مهما اختلفت الانواع والاسماء، الفيروسات كلها بتشترك في نفس الجوهر، هو السرقه او التجسس او التدمير او ايا كان بقى. وكل واحد فيهم عنده طريقته الخاصه اللي تخلي المستخدم يحس ان هو في مواجهه مع عدو وهو مش شايفه اصلا. في فيروس اسمه وانا كراي. وانا كراي ده ما كانش مجرد فيروس عادي، ده كان بمثابه انذار عالمي. التاريخ هيفضل فاكر يوم ما ضرب الفيروس ده الانظمه كلها كانه اعصار رقم. فجاه ملايين المستخدمين لقوا نفسهم قدام نفس الرساله، عايز ملفاتك ترجع ادفع. واللي خلى الحكايه مرعبه فعلا ان الاصابات ما كانتش في اجهزه فرديه بس، لا ده كان في مؤسسات ضخمه اتاثرت بالموضوع ده. تخيل ان مستشفى كامله في بريطانيا العمليات تقف والمرضى مش لاقيين يتعالجوا عشان كل الملفات متشفره، وشركات نقل عالميه كبيره ومكاتب حكوميه لقيت نفسها مش قادره تدخل على قواعد بياناتها. وانا كراي كان زيه زي النار في الهشيم بالظبط، بينتشر من جهاز للتاني بشكل اوتوماتيكي ومن غير ما المستخدم نفسه يضغط على اي حاجه. بمجرد ما جهاز واحد بس عليه شبكه يتصاب، الشبكه كلها بتقع وراه. واللي انقذ العالم ساعتها من الفيروس ده ما كانش ولا جيش ولا مؤسسه امنيه، لا ده كان شاب عادي خالص اكتشف ان الكود بيحاول يتصل بموقع معين، والهاكر كان عامل الموقع ده وهمي. والفيروس كان متبرمج ان هو اول ما يلاقي الموقع ده شغال بيوقف نفسه بنفسه. وطبعا الهاكر عامل الموقع ده وهمي عشان الفيروس يفضل دايما شغال. وبمجرد تسجيل الشاب ده للموقع وقف انتشار وانا كراي تماما. I love you. ايه بتبص لي كده ليه؟ هو اسم الفيروس I love you. I love you اللي هو اسم الفيروس كان مثال ان ساعات ابسط الحيل بتكون اخطرها على الاطلاق. يعني يجي لك ايميل بعنوان I love you، طبعا انت مش ممكن تقاوم حاجه زي كده، خصوصا في وقت بدايه الالفينات، لان الناس ساعتها كانت لسه متحمسه لفكره البريد الالكتروني. واول ما المستخدم يدوس على الايميل الدنيا كلها بتتلخبط والفيروس ينسخ نفسه جوه الجهاز. لا وايه كمان يبعت نفسه لاي حد عندك على الايميل. يعني لو انت عندك على الايميل مثلا اهلك عندك على الايميل او شغل او كده، هتلاقي الفيروس اتبعتهم كلهم من غير ما انت تعمل اي حاجه. والموضوع ده ما كانش اصابه فرديه ولا حاجه، لا ده كان زلزال رقمي بمعنى الكلمه. بقت الشركات حوالين العالم لقيت نفسها بتخسر بيانات مهمه في بعض الاماكن. الايميل كان بيتكرر لدرجه ان السيرفرات نفسها مش قادره تعالج كل الايميلات دي في وقت واحد. I love you اظهر للعالم قد ايه عنصر الفضول البشري اخطر من اي سطر كود، ورساله بسيطه قدرت توقع ملايين الاشخاص في ساعات قليله. الدرس كان واضح ان مش اي رساله شكلها رومانسي تدخل عليها، انت مش مدلوق قوي كده. يعني تيجي بقى السلامر ده كان دليل ان الحجم مش كل حاجه. الكود بتاعه كان صغير جدا، بس النتيجه اللي عملها كان العالم كانه وقف لحظه. الفيروس ده استغل ثغره في قواعد بيانات SQL، وبمجرد ما يدخل على الشبكه يبدا يغرقها كلها طلبات، كانك فتحت حنفيه ميه على الاخر. وفي ثواني قليله الاجهزه والشبكات
بقت بطيئه، والمستخدمين حسوا ان الانترنت وقف لحظه واتجمد. والموضوع ده ما كانش محتاج وقت طويل عشان ينتشر، والسرعه كانت هي كلمه السر، لانه في دقايق البنوك كلها غرقت في الموضوع ده، وشركات الاتصالات لقت نفسها مش قادره تنفذ الخدمه بتاعتها. وعندك كريبتو لوكر اللي كان بدايه عهد جديد لفيروسات الفدية. اول ما بيدخل الجهاز، وعاده بيدخل على شكل ايميل، بيبدا بطريقه مباشره يشفر كل الملفات، صور، فيديوهات، شغل، مشاريع، اي حاجه عندك يشفرها. والفكره ان التشفير هنا كان قوي قوي، يعني مستحيل تكسره، هو لازم تدفع. قصص الضحايا كانت مأساوية قوي بصراحة، ناس كتيرة قوي خسرت صورها وذكرياتها اللي كانت عندها على الجهاز، وشركات صغيرة وقعت لأنها فقدت بياناتها كلها، وفي بعضهم اضطر يدفع، وفي بعضهم استسلم الخسارة وكل بياناته ضاعت. كريبتو لوكر حرفيا خسر كل الناس اللي ما كانتش عاملة حسابها على الموضوع ده. فبعد كده لازم تعمل باك اب لكل ملفاتك أول بأول عشان ما يحصلش معاك نفس اللي حصل مع الناس دي. نيجي بقى لتشيرنوبل أو CIH. وتشيرنوبل في وقته كان وحش مش زي أي فيروس، وده بقى مش زي أي فيروس عادي بيمسح ملفاتك او بيعطل جهازك او بيشفرها او ايا كان، لا ده كان بيبوظ البايوس نفسه بتاع الجهاز، والبايوس ده هو اللي بيشغل جهازك اصلا. يعني لو اتصاب جهازك كله بيتحول لحته حديده. والاف الناس حوالين العالم صحيوا من النوم لقوا اجهزتهم مش بتشتغل اصلا. والمشكله ما كانتش مجرد اعاده تحميل ويندوز او سوفت وير او الحاجات اللي احنا متعودين عليها دي، المشكله ان الجهاز نفسه محتاج قطعه جديده عشان يشتغل من تاني، او ممكن برضه ما يشتغل. والخسائر نفسها كانت رهيبه، لانها مش بس بيانات ضاعت، لا دي كمان اجهزه اتدمرت. وده خلى الناس تفكر لاول مره ان ممكن الفيروس يجي للهاردوير مش للسوفت وير بس. نيجي بقى للاخير معانا وهو ستورم وورم. وستورم وورم ده كان ذكي شويه، ده كان بيجي في شكل ايميل بعنوان مثير، زي مثلا عاصفه بتضرب اوروبا وحاجات زي كده، والناس بتبعها هتفتح تشوف ايه اللي بيحصل يا جماعه. لكن اول ما بيفتحوا الايميل طبعا انت عارف ايه اللي بيحصل بعد كده. والمشكله بقى ان الجهاز المصاب مش بيبقى ملك صاحبه، لا ده بيتحول لجزء من شبكه ضخمه اسمها البوت نت، ودي بتبقى شبكه الهاكر عاملها عشان يتحكم في الوفات او ملايين الاجهزه في وقت واحد. يعني كان عامل زي جيش الكتروني كده، وكل جهاز مصاب بيساعد على نشر العدوى او يشارك في هجمات ضخمه على مواقع وخدمات. وعلاج الفيروس ده ما كانش سهل شويه، لانك محتاج تفصل الاجهزه عن الشبكه اللي بتتحكم فيهم. ومع الوقت الجهود دي نجحت تقلل خطر الستورم وورم شويه، لكن طبعا فضل رمز لفكره الزومبي نتورك. تخيل بقى كده ان كل فيروس من دول كان زي عاصفه ضربت العالم فجاه، يعني زي سلامر اللي في دقايق شل الانترنت في قارات كامله، وكريبتو لوكر اللي خلى الناس تبص لشاشتها وهم شايفين ذكرياتهم محبوسه ووراها فدين، وستورم وورم واي لاف يو وحاجات كتيره قوي. كل واحد فيهم اثبت ان في لحظه ممكن كل اللي بتبنيه على جهازك ينهار، لكن وسط كل الدراما دي في حقيقه بسيطه، ان اللي بيعرف يواجه هو اللي بينجح. يعني لو اهتميت بالتحديثات اول باول، وخدت بالك من اي روابط بتتبعت لك من مكان غريب، وانك تعمل باك اب لملفاتك بامان، هتكون انت الخط الدفاعي الاخير. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص النهارده، وما تنساش تشوف باقي الفيديوهات. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش تكتب كومنت الفيديو الجاي عايز يكون عن ايه. سلام.